ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده هنبدأ سلسلة من حكايات الفراعنة، وهنمشي أسرة أسرة لغاية ما نوصل لانهيار الفراعنة، وان شاء الله اعمل لكم سلاسل تانية. دلوقتي احنا هنبدأ بمين؟ واللي اسمه نرمر، وهو موحد القطرين. قبل نرمر كان في مملكتين، وكان ما بينهم صراعات لرب السماء كبيرة جدا، والمملكتين هما مملكة الشمال ومملكة اليمن. مملكة الشمال دي كانت من أول دلتا النيل لغاية الأرض المنخفضة في الشمال، وكان شعارها نبات البرد ولون تاجها أحمر. مملكة الجنوب كانت من منطقة أسوان جنوبا حتى شمال إدفو، كان شعارها زهرة اللوتس. ليه بقى زهرة اللوتس؟ عشان زهرة اللوتس كانت عندهم بكميات كبيرة، ولون التاج كان أبيض. طبعا توحيد مينا ما كانش أول توحيد. ثانية يعني كتاب الدراسات كده كان بيضحك عليا. اخس عليك يا كتاب الدراسات، بتكذب عليا. اقولك لا، كتاب الدراسات ما بيكذبش عليك، لكن توحيد مينا اللي كمل، فهو يعني عشان كده هو اللي بيجيبه. كل لما يوحدوا ينفكوا ومش مستقرين على حال، لغاية ما جه مينا ابن مملكة الجنوب وحد القطرين عام 3200 قبل الميلاد، وأسس الأسرة الأولى. وطبعا هتسألوني عمل ايه في التاج؟ لبس التاجين مع بعض، الأبيض والأحمر، واللي هو التاج المزدوج، وعمل عاصمة من نفر، ولقبوه بحاجات كتير زي ملك الأرضين، صاحب التاجين، يلا لقبين، لا في 2 كمان، نسر الجنوب، تعبان الشمال. هتيجي تقول له الراجل ده عنده كام لقب؟ اقول لك هم 4 بس، يعني مش كتير. المال الحلال، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال. مينا عمل نظام يخلي مصر كلها تخضع لحكم، وعمل نظام ما يخرش المية، وخلى لكل اقليم حاكم عليه، وكانت مصر قوية في عهده. وده كان فيديو النهارده. تنسوش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من قناة جوكا ستوريز. وباي باي.